لكن تكلموا بألسنتهم فأخرجهم الله تعالى في كتابه، نص على أنهم كفروا بذلك. وذلك أن قوما من المنافقين كانوا راجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، فلم يتكلموا في القرآن ولم يذموا السنة ولم يشككوا في الدين، وإنما ذكروا طرائف ونكت على أقوام من الصالحين من خيار الصحابة. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. لم يستهزئوا بفلان لأجل مثلا طوله أو قصره أو سمنه أو نحالته، إنما استهزأوا به لأنه صالح. لذلك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، ما قالوا ما رأينا مثل أهل مكة أو مثل أهل خيبر أو أهل المدينة أو خزاعة أو بكر أو تميم. ما ذموا قبيلة معينة، لكن ذموها لأنها تمثل الدين. مثل الذي يقول لك أئمة المساجد كذا وكذا، لم يقل زيد من الناس، لا، أئمة المساجد، فهو قد ذمه لأنه إمام مسجد، لم يذمه لأنه زيد بن فلان بن فلان. لو ذمه لشخصه ممكن تبلع ونقول له حرام وما يجوز وهذه غيبة، لكن الأعظم من ذلك أن يذمه لأنه يمثل دين، لأنه يمثل علم، فيستهزئ به لأنه يمثل علم. لو لم يكن يمثل علما أو هيئة دينية معينة لما استهزأ به، لكن استهزأ به لأنه يمثل الشرع. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لاحظ مع أنهم ما استهزأوا بالقرآن ذاته أو بالله جل جلاله أو بالقرآن نفسه، لكن الله تعالى جعل هذا الذم ما دام أنه في القراء في حفظة القرآن، معناها أنه ذم لهؤلاء. مثل ما قال بعض أهل العلم: إذا ذممت الصنعة فقد ذممت الصانع. لما أتكلم أنا على هذا الميكروفون وأقول: يا أخي هذا ما يشتغل وشكله غير مناسب واللون ما أعجبني، أنا في الحقيقة لا يقع الذم على الميكروفون، يقع على الذي صنعه. فكذلك أنت لما تتكلم عن الصنعة في الحقيقة أنت تذم الصانع، لا تذم الصنعة نفسها. فأنزل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يقول بعض الصحابة: فوالله لقد كنت أرى أولئك النفر الذين استهزأوا يقبلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله إنما هو حديث الركب، كلام قلناه ما كان قصدنا نستهزئ به، أو إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. بعدين لاحظ هؤلاء خرجوا في غزو في قتال، يعني قد يطلق عليهم اسم المجاهدين، يطلق عليهم ظاهرا، والله تعالى أدرى بما في قلوبهم. ومع ذلك يقول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم